طبعا كتير بنقول بلاش نستلم من المطور لو تقدر على المحاره، يفضل تستلم على الطوب الاحمر وانت تمحر بنفسك وتجيب مكتب يشرف لك على المحاره دي وعلى كل بند من التشطيبات. هنا في الحاله دي للاسف الشديد خلاص استلمنا الشقه على الوضع ده ومضطرين ان احنا نتعامل معاها. فبالتالي عندنا مثلا جنب طويل زي ده هنشوف دلوقتي هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. في كم الشروخ ده اكيد هنا في عمود، واكيد ده ما تمش ربط الكنات المباني بالعمود، فده طبعا بتكون نتيجه طبيعيه، بالاضافه انه ما اتحط الشبك، فكل الكلام ده على بعضه بيكون ناتج عنه كده. تعالى هنشوف دي دلوقتي عامله ازاي بعد ما اتشطبت، وكمان شويه تعديلات معماريه بقى. انا عندي مثلا باب زي كده، ليه يبقى باب غرفه بتاعت ولد من اولادي يبقى على الريسبشن بالشكل ده؟ طب ما انا عندي كوريدور محترم اهو، ما تنقل الباب ده جوه يبقى مع الابواب اللي جوه. تعالى برضو نشوف الكلام ده اتعمل ازاي ونقلنا رحت الكهرباء من المكان ده اللي هو جنب باب الشقه ده لحد المكان اللي موجود في الطرقه معانا. خلاص تعالى نشوف الكلام ده حالا اتعمل ازاي، وازاي اتعمل تعديلات كما يجب ان تكون، واتعمل ديزاين للمكان بحيث ان هو يبان بشكل سيمبل وحلو قوي. تعالى نشوف مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين عملنا التعديل المعماري اللي اتفقنا عليه، والحائط بتاع البانوهات ده متكامل تماما مع الديزاين، متكامل تماما مع الشقه ككل. وعملنا زي ما اتفقنا التعديل المعماري ونقلنا الباب جوه، اصبح ان هو جوه الكوريدور نفسه وما بقاش موجود على الريسبشن زي ما كان موجود قبل كده. فكل ده طبعا ادانا اتساع في المدخل بتاع الطرقه، وطبعا استغلال افضل للمساحات. في النهايه لو عندك شقه او فيلا وعايز تفرشها مظبوط وتستغل كل سنتي فيها، ابعت لنا مقاساتها دلوقتي وهنفرشها لك كما يجب ان تكون، وده هيكون بتكلفه بسيطه جدا.